عندنا بكره ان شاء الله مباراه الاهلي وفاركو، والنادي الاهلي جاي من تعادل مخيب للامال مدوي مدوي. والله جسمي وجعني لما قلت تعادل مع مودرن الاثنين، كل ما افتكر الماتش والنتيجه جسمي يوجعني مش عارف ليه. النادي الاهلي جاي من تعادل 2-2 مع نادي مودرن، وعنده النهارده لا بديل عن الثلاث نقاط، لا بديل زائد الاداء. جماهير النادي الاهلي مستنيه تشوف الفرقه، ومستنيه تشوف الكواليتي بتاع الفرقه ده والاداء الحلو والنتيجه الحلوه. ريبيرو لو سمعني يبقى ربنا بيحبك. ركز يا ريبيرو، ركز يا ريبيرو. الوضع مش احسن حاجه كده، الوضع كده مش احسن حاجه يا ريبيرو. اعتقادي هيكون في تغيير في التشكيل عن المباراه اللي فاتت، والنادي الاهلي بيبحث عن الاداء وعن الثلاث نقاط. واعتقادي ان هيكون المباراه دي بمثابه الحكم على ريبيرو، ان كان بقى هو عنيد او ان هو مش بياخد باله من النقط. يعني احنا كجمهور واخدين بالنا من حاجات كتير قوي. هل انت بقى ريبيرو واخد بالك؟ ده اللي هنعرفه مباراه الاهلي وفاركو ان شاء الله بكره.